السلام عليكم، معكم متابعين بصلي على سيدنا محمد واذكر لا اله الا الله. يلا نبدا الفيديو النهارده بيتكلم عن 10 اسباب تخليك تجيب ريد ماجيك وما تجيبش ايفون، وكمان 10 اسباب ما تخليكش تجيب ريد ماجيك وتجيب ايفون. اولا كده نبدا بال10 اسباب اللي تخليك تجيب ريد ماجيك، بس اشترك في القناه الاول، فعل زر الجرس واعمل لايك وتعليق حلو منك فضلا ولا يسوى. اولا سبب من الاسباب هو الاداء العالي في الجيمنج، وده بسبب كذا عامل. اول عامل وهو المعالج اللي في ريد ماجيك 11 برو، وهو السناب دراجون 8 اليت جين 5، وده اسرع واقوى معالج في العالم، وده معناه انك هتاخد احسن اداء ايا كانت اللعبه اللي انت هتلعبها. ورامات من اول 12 جيجا و16 وكمان 24 جيجا رام. انت متخيل احسن بكتير من اي ايفون، حتى الايفون 17 برو ماكس بيجي 8 جيجا رام وبنص السعر، وبيجي بسعر تخزين من اول 256 جيجا لغايه ال1 تيرا. فمش عارف اقول لك ايه تاني يعني. نيجي لتاني سبب يخليك تجيب الريد ماجيك وما تجيبش ايفون: الشاشه والتصميم. وهنا بيجي بشاشه جبار بي او اي اكس 10 بحجم 6.85 بوصه من نوع اموليد، تدعم ال 144 هرتز، وده احسن بكتير من الايفون طبعا، ومفيش اختلاف على الكلام ده. وكمان هيدعم ال 144 فريم في بابجي موبايل، والسطوع بتاعه 1800 شمع، ومش عايز اقول لك الشاشه قويه قد ايه. وبيجيب تصميم شاشه كامله 100% بدون نوت، والكاميرا مخفيه تحت الشاشه من الجيل الجديد، والهواتف حاصله على معيار اي بي اكس 8 لمقاومه الماء. السبب هو التبريد، لان الموبايل ده بيجي بنظامين تبريد: مروحه تربو سرعتها 20000 دوره في الدقيقه للتبريد السريع، مما يضمن لك اداء ثابت بابجي على اعلى فريمات بدون اي هبوط. رابع سبب البطاريه بتجي هنا كبيره بسعه 7500 ملي امبير، وده عكس الايفون 5000 ملي امبير، وده في احدث ايفون اللي هو 17 برو ماكس. ونجي لسرعه الشحن، يدعم الشحن السريع بقوه 80 واط، ويشحن البطاريه ضخمه بالكامل في وقت قياسي، وكمان الشحن كامل بيجي في العلبه. خامس سبب الصوت، بيجي بسماعه ستيريو جباره ومدخل 3.5 ملي، وده عكس الايفون 8. سابع سبب هو ازرار الكتف اللي في الجناب بتاعه التليفون، تاتش في الجناب، واحد سكوب وواحد ضرب نار كانك ماسك دراع بلاي ستيشن، وميزه مش عند الايفون. سادس سبب هو الاستريمنج والاوتو، تعمل يو اس بي هاب والماوس والكيبورد، وتقدر توصل ماوس وكيبورد وتشحنه وتطلع لايف في نفس الوقت وبمنتهى السهوله. نظام اندرويد مفتوح ليك يا بطل. سابع سبب بنص سعر الايفون، وبتاخد موبايل مخصص للجيمنج والبث الموبايل. يعني بتمن الايفون 17 برو ماكس هتجيب 2 ريد ماجيك، او تجيب ريد ماجيك 11 برو وكمبيوتر ب55000 جنيه، وهتبقى معاك فلوس هتعمل اوضه بيهم كده. انت معاك احسن سيت اب بسعر 120000 جنيه بنفس ثمن الايفون. تامن سبب وهو السوفت وير. يا صاحبي ريد ماجيك 11 برو مش مجرد موبايل، ده سوفت وير كامل بيخليك تسيطر على الجيم. تعالى اوريك ايه اللي جوه الجيم سبيس اللي محدش هيقول لك عليه. اول حاجه عندك سمود، بتضغط زرار واحد في الموبايل بيفتح طاقه المعالج للاخر، والمروحه بتشتغل باقصى سرعه في الحراره وببجي. انسى الفريمات ثابته 120 فريم طول الجيم، مفيش دروب فريم ولا تهنيك او في اي فايل. تاني حاجه اللي هو النقطه اللي بتتحط في الموبايل دي، الموبايل بيحط لك علامه تصويت في نص الشاشه تقدر تغير شكلها. تاني حاجه وهو النقطه اللي بتحط على التليفون دي اللي تقدر تعملها في الريد ماجيك، الموبايل بيحط لك علامه تصويب في نص الشاشه تقدر تغيرها شكلها، والهيب فاير بتاعك هيبقى دقيق جدا لدرجه انك هتحس انك فاتح حاجه. تالت ميزه وهي دي بتخليك تشوف الاعداء المستخبيين في الضلمه ورا الشجر بسهوله، ما فيش اي حد يعرف يستخبى منك. رابع ميزه الموبايل بيهتز مع الضرب والانفجارات، هتحس بكل طلقه في ايدك. التفاعل مع الجيم بيبقى في حاجه تانية. تاسع سبب هو الاستريمنج والاحتراف. لو انت بتعمل ستريم، ميزه التسجيل اللقطات الذكي بتصور لك الكيل كلها اوتوماتيك. واخيرا مغير الصوت اللي بيخليك تهزر مع اصحابك في التيم بصوت غريب وشغل المحترفين. عشان سبب هو الموبايل ده مش للناس العاديه، ده للناس اللي عايزه تكسب كل فايت. لو عايز موبايل يخليك اسطوري، الريد ماجيك 11 برو هو الوحيد اللي هيعلمك ده. وسيبولي في الكومنتات مين فيكم بيحب يستخدم ميزه معينه جوه الجيم، ونجي ل10 اسباب تخليك تجيب ايفون مش ريد ماجيك. اول سبب الاستثمار، فلوسك في جيبك. الايفون هو عمله صعبه بتبيعه بعد سنه وتجيب اللي بعده باقل خساره ممكن، وده حقيقي لان لغايه دلوقتي في 2026 لسه في ناس بتشتري ايفون 13 عادي بسعر 21000 جنيه. السبب الثاني وهي كاميرات الايفون احسن من ريد ماجيك بكتير، وبالذات لو انت صانع محتوى هتصور بيه. السبب الثالث لو انت واحد بتحب الفشخره من الاخر وان يبقى ماسك معاك تفاحه فهاته. السبب الرابع الايفون. السبب الخامس الشكل الهادي عكس الريد ماجيك اللي كله ار جي بي ومهايبر. السبب السادس انك واحد مش همك الجيمنج وعايز حاجه استخدام شخصي وتفضل سنين من غير ما تلاقي لاج. السابع انك واحد غني وبره مصر، لان الاسعار بتاعت الايفون زادت جدا خصوصا ان احنا في حوالينا حروب. السبب الثامن هو انك عايز الوان متنوعه عكس الريد ماجيك بيجي باللون فضي واسود. السبب التاسع هو انك متعود على نظام الاي او اس وممكن تتعايش مع الموضوع الريد ماجيك لان الاندرويد اسهل بكتير من الايفون. السبب العاشر انك اهبل عشان محدش هيروح يدفع 120000 جنيه في تليفون. وكان معاكم مناكر جيمنج وسلام.